اللي يتعب من النظام يا جماعه يبطلوه في ساعتها. هو كده كان النظام اخره 3 ايام، يعني ابداوا 3 ايام هيجوا جاب نتيجه، ده لو انت عايز اصلا تبدا. مش انت عايز تبداوا ليه؟ عايز تبداوا من باب تجرب؟ لا ما تجربش. اعمل ازاي اعاده لبرمجه عشان امنع الامراض المناعيه او اقلل الهجمات المناعيه اللي موجوده عندي. الخلايا بتاعت حضرتك وبتاعت جسم حضرتك ماشيه اتجاه معاكس، التهاب عماله تهاجم في خلايا الجسم مسببه لك امراض مناعيه وهجمات مناعيه. انا عايزه ارجعها على المسار بتاعها الطبيعي. ارجعها ازاي؟ واحد، فيتامين دي، بس لازم اعمل تحليل الاول. مهم قوي ان انا اخد فيتامين دي، مهم 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 مهم. اتنين، وانا غير مسؤوله عن الاونلاين، محدش يشتري اونلاين ويوري لي العلبه زي ما بيحصل. انا ماليش دعوه بالاونلاين خالص، الاونلاين غير مراقب على جميع انحاء العالم. د، فيتامين اي، دول بيفعلوا لي البروتين. فيتامين اي ده مش لازم اجيبه، مش لازم اخده من بره، اخده من صفار البيض، اخده من الكبد بتاع الغنم او الابقار، لازم اخده من مصدر يكون طبيعي موجود. اوكي. تالت حاجة الأوميجا 3، مهم مهم مهم. إذا عرفت إن أنت تجيبها وبقدرتك تجيبها ومش أونلاين هاتها. لو ما قدرتك ما تجيبش، حاول تاخدها من بذور الشيا، حاول تاخدها من بذر الكتان، حاول تاخدها من الأسماك. رقم 4، الكركمين، وده ما تجيبهوش كبسولات، انت بتجيب الكركم يكون طبيعي من عند عطار انت شايفه، يعني المحلات بتاعه العطاره او الراجل بتاع الاعشاب، تشوف الكركم قدامك اللي هو الكركم شكله عامل ازاي ويطحنه قدامك. ما تجيبش البودره اللي مطحونه اللي بتتباع ويتحط عليه الفلفل الاسود وتشرب كل يوم كوبايه. كل ده بيهدي الالتهاب ويفعل لي البروتين اللي بتكلم عليه. ايه تاني بيفعل البروتين؟ كل الزيوت والحاجات الطبيعيه، يعني زيت جوز الهند وزيت الزيتون، طبعا دي حاجات خلاص اتكلمنا فيها كتير، والزبده والسمنه، كل الكلام ده اساسي بيحافظ لي على ان البروتين ده يفضل دايما اكتف فعال، فالخلايا ماشيه الاتجاه الصحيح بتاع. الحاجتين المهمين قوي قوي بقى، ان انا اولا لما اجي اكل فواكه، اخد الفواكه اللي سكرها قليل زي ما قلنا، زي طبعا التوتيات ومعروف، وممكن طبعا الافوكادو ده على راسهم، والجوافه. اوكي، كل الحاجات دي مسموح بيها، بس طبعا الحاجات اللي مليانه سكر لا. الموز والعنب والتين كل اللي مليان سكر لا. الحاجات دي باخدها امتى؟ بعد الاكل. نفسي هفتني على حاجه مسكره من الفواكه بعد الاكل، ما تاخدهاش قبل الاكل ابدا. دكتور، في هرم غذائي جديد يعني وقع وكسر كل الاصنام السابقه عن تمام. افكار كتير جدا اتربينا عليها، عن العيش والمكرونه وقيمه والدهون وخطوره الدهون. لا، ده الدنيا اتقلبت. مظبوط. ايه حكايه الهرم القديم والهرم الجديد؟ الهرم القديم هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت ما كانش مناسب خالص. كان سعرات العالية جدا من المواد النشوية. كان بيغفل البعد الوقائي في الغذاء وهي الدهون الحيوانية. دي وقاية الدهون الحيوانية، لأن في مرحلة من المراحل من تقريبا من السبعينات القرن اللي فات حصلت طفرة في العالم لمصالح رؤوس الأموال، ناس في الدسم الحيواني اللي هو العلاجي، ورغبوهم في الدسم النباتي لأن ده بزنس. الدسم الحيواني أنا ما بشتري زبدة ولا سمنة بلدي بقولها من الفلاح، أنا بشتري زيت مصنع من شركات كبيرة. هي دي كانت المشكلة. ابتدت تزيد الالتهابات في أجسام الناس، وابتدت تزيد الأورام، وابتدت تزيد تصلب الشرايين، والناس مش فاهمة. دي حقيقة، وعلشان كده ابتدينا الناس مع الأبحاث ابتدت تفهم، وعشان كده كان لابد من وقفة وإن الاف دي اي تعدل الكلام اللي كان طيب، موجود. عشان الخص الكلام ده للناس اتفضل. وتستفيد مننا، هل معنى كده ان الناس ترجع تاني للسمنه البلدي والزبده البلدي؟ طبعا طبعا حضرتك ببساطة شديدة في بعض الحاجات بتبقى بنغفلها. الكوليسترول اللي في الجسم مش انتاج، مش اكل، لا لا، ده يعني حضرتك الكبد هو اللي النهارده مريض بيصنعه. القلب والكوليسترول كنا بنروح نقول له بطل سمنه بلدي وتاكل الكلام بالزيت، ده مش مظبوط. ده كان غلط. طبعا غلط، طبعا غلط لسبب بسيط. يعني راح اقول لمريض القلب النهارده كل بالسمنه البلدي؟ كل عادي، طبعا ياكل بالسمنه البلدي، ما ياكلش بالزيوت. ليه؟ احنا لما بناخد بالزيوت او سواء مهدرجه او عاديه بيعلى الالتهاب في الجسم، لان الزيوت فيها مجموعه ماده مركب اسمه مجموعه اوميجا 6، مش اوميجا 3، اوميجا 6. اوميجا 6 منشأ للالتهابات. اللوغاريتم واللغه اللي الجسم يفهمها لمكافحه الالتهاب انه يخلي الكبد ينتج ال دي اللي هو اللي بنسميه الكوليسترول الوحش. خطأ طبعا. كل ما انا اخد زيت كل ما تزيد الالتهابات، كل ما الجسم ينتج ال دي ال. طب دي اول صدمه. تاني بالظبط. صدمه بقى اللحوم اللي كنا بنقول لا البروتين كفايه، لا ما تدو. هل بلاش اللحمه السمينه، بلاش لا اللحمه بالعكس، الضاني بالعكس، الملبسه اللي من الناس ده بالعكس، تحبها؟ انا هاخد اللحمه الملبسه لاني هاخد منها الفيتامينات الذوابه في الدهون،
وهاخد منها الاحماض الدهنيه الاساسيه من ضمن الفيتامينات الذوبه في دكتور مجدي الدهون. بتكسر لا لا افكار لا، هو الكلام ده قديمه بقاله تصدق. سنه ونص طالع، لا بس يعني احنا انا ما بتكلم بنقراش. النهارده ان اللي كان بياكل لحمه بتلو او لحمه مش عارف ايه عشان الدهن بتاع اللحمه الثانيه اهو. دي، الكلام ده غلط. كل اه دهون طبعا عادي طبعا، ياكل دهون والضاني عادي. والضاني عادي، كله عادي، مراعيا انا مين، سن كبير، حركتي بسيطه، عملي اداري مكتبي، يبقى اقل من النذر واوفي. اخد حته بس قد كده، ما اخدش قد كده، مش ليا زي ما كان زمان بيتعمل. انما ما ينفعش ما اكلش، وما ينفعش اخد زيوت مهدرجه. طيب غلط. السعرات الحراريه، احنا زمان كنا بنذاكر ان انت بني ادم عايز 2000 سعر حراري اخدهم من اي حاجه، انا كده مش هتخن. النظريه دي سقطت. لا طبعا ما ينفعش اخد السعرات الحراريه وزن الحد اللي انا محتاجه، بشرط التنوعيه في الغذاء، واخد كذا مع كذا مع كذا بس. لكن انا ما اقولش مثلا انا خدت النهارده وجبه برجر مع بطاطس لا ما محمره مع ينفعش، بتاع، انا خدت ال ما 2000 ينفعش. سعر وشكرا. لا ده انا كده غلط. طبعا انا ضيعت الدنيا، لان الجسم محتاج مغذيات. هو في حاجه يا فندم، في فرق كبير بين انا عايز ايه وانا محتاج ايه. احنا بناكل عشان 3 حاجات: عشان نشبع، الجوع كافر كما يقال، وعشان نكافئ انفسنا. الاتنين دول انا نفسي في ايه، انما كمان باكل عشان اتغذى، يبقى دي لازم اكون فاهم انا محتاج ايه. فالمعلومه الغذائيه النهارده لم تصبح ترفا، خصوصا اذا علمنا ان الخلل في التغذيه المظبوطه بيودينا لامراض كارثيه خطيره. السر اللي بيخلي إن اللي جرب نظام الطيبات يحلف بجماله، وفي نفس الوقت الأطباء والعلماء ضده على طول الخط. يا ترى إيه السبب؟ نظام الطيبات ده وراه وجهة نظر، وراه فلسفة كده لصاحب النظام، هي اللي خلته يسمح بمجموعة من المسموحات ويمنع مجموعة من الممنوعات. هتلاقي إن أساسا صاحب النظام بيمنع الفواكه بقشرها، بيمنع الخضروات المختلفة، بيمنع البقوليات. من الآخر كده هو بيمنع كل الألياف اللي هي تعتبر غذاء للبكتيريا النافعة في القولون عندنا. إيه السبب؟ هو بالنسبة له هو عايز يعمل إقصاء للبكتيريا النافعة، لأن البكتيريا النافعة لما بتتغذى على الألياف بتطلع غازات وبتسبب انتفاخات. هي بالنسبة له كده هي شريك مشاكس، هي بتسبب تعب وقتي ولحظي، وهو مش عايز كده، هو عايز الناس ترتاح. ففعلا الناس بتحس بالسحر وبالراحة وبتحس إن هي خفيفة ومرتاحة. في نفس الوقت بقى هو من الحاجات اللي سامح بيها إيه؟ سامح بالسكريات العالية، سامح بالنوتيلا والجبن المطبوخة وجبن المثلثات، سامح بالحاجات المصنعة المختلفة. الحاجات المصنعة المختلفة دي مفيش حاجة خلاص البكتيريا تشتغل عليها فيها، يعني البكتيريا النافعة مش هتلاقي حاجة تعملها، وفي نفس الوقت هي غذاء سهل للبكتيريا الضارة اللي هتستفيد منها. وبالطريقة دي هو كده عمل إخلال في توازن البكتيريا في الأمعاء الغليظة عندنا. البكتيريا النافعة قلت جدا والبكتيريا الضارة زادت. البكتيريا النافعة اللي مش هتلاقي حاجة تتغذى عليها ممكن تضطر في وقت من الأوقات إنها تاكل في جدار القولون، وكمان عددها يقل جدا. في نفس الوقت العدد اللي هيقل ده هيتم تغطيته بزيادة البكتيريا الضارة والكانديدا والفطريات المختلفة. بالطريقة دي انت على المدى القصير هتحس براحة وان انت خفيف وان مفيش غازات وانتفاخات. طيب على المدى الطويل وفي اقل من سنة ده هيزود جدا من الكبد الدهني، هيزود من تصلب الشرايين، هيزود من الالتهابات، هيزود الاكتئاب. البكتيريا النافعة بتطلع لك السيروتونين اللي بيحميك من الاكتئاب. وكمان البكتيريا النافعة دي هي مصدر لبعض من الفيتامينز والمعادن المهمة جدا. في كمان مشكلة كبيرة جدا من المسموحات اللي سمح بيها النظام ده هي اللحوم الحمراء، وزي ما قلنا هو مانع الالياف. انا عايزه اقول لك ان انت لما تاكل الالياف مع اللحوم الحمراء فانت فعلا بتدرأ ضررها، لان اللحوم الحمراء بيشتغل عليها البكتيريا الضاره اللي موجوده في الامعاء الغليظه عندنا عشان تطلع ماده اسمها ترايميثايلامين اللي بتتحول لماده ضاره جدا في الكبد اسمها ترايميثايلامين اوكسيد، ودي بنسميها او كوز مورتاليتي، يعني هي السبب في كل المشاكل اللي في الدنيا. هي بتؤدي الى تصلب شرايين وسكتات دماغيه وبتاذي الكلى. الماده الضاره دي مش هتطلع من اللحوم لو انت اكلت الياف مع اللحوم. وفي النهايه ادعوك ان انت لا تشتري هدوءك اللحظي بالمنفعه الحقيقيه، ادعوك ان انت تحافظ على